الكابتن محمد بركات. السلام عليكم يا كابتن بركات والف مبروك. ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا استاذ ليث؟ مبروك، وعايز ابارك لك على مباراه امبارح، وابارك لك على صداره المجموعه، واتكلم معاك في نقاط كتير، لكن في البدايه نقول مبروك كل اللي انتوا تمنيتوه او عملتوا عليه في الدور الثمانيه في دوري المجموعات، اعتقد انه تحقق. والله طبعا الحمد لله، طبعا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى. كنا موفقين الى حد كبير يعني، وبدانا بدايه كويسه، وقدرنا ان احنا نجيب 9 بونت في 3 ماتشات. فانا تعادلنا مباراه، يمكن مع تعادل المباراه الرابعه والهزيمه من مازيمبي. طبعا احنا مازيمبي رجع من الخلف زي ما بيقولوا، وقدر ان هو يوصل ل 10 بونت، وابتدى يبقى في اقاويل على صداره المجموعه، وابتدت الاقاويل بقى والتكهنات بقى ان الاهلي خلاص في الترجي وكده. انما زي ما شفنا امبارح ربنا كرمنا الحمد لله، قدرنا ان احنا نجيب بونت، والبونت نفعنا يعني، لان طبعا تشيلسي طبعا يعني بنقدم له التحيه لانه لعب على الفير بلاي، وبرغم ان هو مالوش حاجه خلف توقعات كتير قوي يا كابتن بركات. لا كل التوقعات، مش توقعات كتير يعني بصراحه، ما كانش حد يتوقع. احنا كل الناس بتقول مازيمبي حتى مش هيتعادل، بيقول مازيمبي هيكسب. بالظبط. انما طبعا هم كسبوا، وبالتالي البونت بتاع امبارح ادانا صداره المجموعه والحمد لله يعني. بصينا طبعا، احنا بنحترم طبعا فرقه سانشاين، ولازم نحترمها طبعا. ده صح. لانها فرقه وصلت قبل النهائي، والفرقه اللي توصل قبل النهائي لازم هتكون فرقه قويه وليها احترامها يعني. انما طبعا احنا بنقول ان اللعبه قصادها اكيد بالنسبه لنا هيبقى اخف واسهل يعني نفسيا، ونظرا للخبره برضو بتاع الترجي، خبره كبيره قوي، فطبعا يعني برضو سانشاين خبرته مش هتبقى زي الترجي. بعدين كابتن بركات لما تلعب ترجي، ولو ربنا قدر وعديت الترجي تلعب مازيمبي 4 مباريات في منتهى القوه، ويعني تقال بمعنى كلمه تقال يعني. والله بص، حتى يعني انت لما بتلعب المباراه يعني جامده في النهائي برضو بيبقى لها حسابات ثانيه وكده. طبعا. فانا شايف ان هو بصراحه يعني اكيد كلنا سعداء بتصدر المجموعه، وده حقنا يعني بصراحه ليس، ده حقنا ان احنا نبقى صاعدين كمتصدر المجموعه يعني، نظرا للاداء اللي اديناه على مدار 6 مباريات في دور الثمانيه. اكيد كابتن بركات، بعد الهدف اللي عايز ارجع لك ليه تاني، لكن عايز اتكلم في البدايه الحضن اللي انت جبت الجول رحت الكابتن حسام، هل ده ليه قصه معينه او رساله كنت عايز توصلها او ايه الموضوع؟ لا ولا رساله ولا اي حاجه خالص. انا الكابتن حسام بمثابه اخويا الكبير، وطبعا انت عارف احنا بنزهق من الرغي كتير. يعني انت عارف العلاقه كانت على افضل ما يكون، لان كابتن حسام كان بيلاعبني، ده عند الناس يعني، الناس اللي بتقول كده. بمجرد ما قعدت ونزلت في الدقيقه 80 في ماتش تشيلسي في غانا، على طول بقى طبعا كنت تلاقي المواقع قاعده بقى طبعا ايه، توتر العلاقه وتوتر مش عارف ايه، بالظبط. والكلام اللي طبعا الكلام اللي هو المحفوظ يعني، خلاص يعني انا يعني ايه، خلاص انا حفظته يعني. وطبعا الناس بتقرا، في طبعا الناس اللي بتقرا وبتصدق، وفي ناس اللي بتقرا وبتبقى عارفه انه كلام فارغ وكده. انما اصلا الكابتن حسام اخويا الكبير، انا يعني هو بيتعامل معايا كاخ، وانا بتعامل معاه كاخ، وبحبه وبحترمه جدا. تمام. ولا توجد اي خلافات من اي نوع، ولا هتوجد في يوم من الايام خلافات من اي نوع. انا نزلت في الدقيقه 80، نزلت في الدقيقه 90، ما نزلتش خالص. احنا كلنا بنقول يا اليسي ان النجم هو الفرقه، واهم حاجه مصلحه الفرقه. اهم حاجه ان انت لما يطلب منك ان انت تنزل، سواء من البدايه او ما بين الشوطين او في الاخر، ان انت دايما تكون مركز عشان تعرف تلعب وعشان تعرف تأدي يعني. ده كلامك صح. يعني زي ما بقول لك بالنسبه لموضوع الخلافات وكده، طبعا يعني خلاص انا يعني زهقت، وبالتالي ما بقتش بتكلم فيه يعني. حتى انت ما بقتش مثلا تشوف لي تصريح في الخلافات وبتاع وكلام من ده، لان مش هفضل بقى يعني، في حاجات كتيره اهم في حياتي ممكن اعملها اكتر من الناس يعني. ان انت تقعد تنفي ده وتنفي ده وتنفي ده، يعني انت تركز احسن. هنخلص طيب كابتن بركات، يعني امبارح الدكتور طه في تحليله للمباراه هنا في ملعب الاهلي قال لي ليسي من وجهه نظري بركات لم ياخذ حقه
اعلاميا بالقدر الذي يليق به وبالانجاز الذي حققه مع النادي الاهلي وبالانجازات اللي بيحققها داخل الملعب يعني. واتكلم على النقطه دي، قال لي يكفي التزامه السلوكي وهو قاعد على الدكه، لان فعلا المخرج امبارح جاب عليك الكادر اكتر من مره وانت قاعد مركز، حتى ساعات كنت قاعد بتهرج مع متعب ماشي، لكن انت قاعد فرصه يا ليس قاعد مع كابتني. انت عارف عماد بنقول له يا كابتني، فطبعا فرصه كبيره ما تتعوضش ان انا قاعد جنب كابتني على دكه واحده، ده شرف كبير ليا يعني. انما لا يعني طبعا انا اكيد بشكر كابتن طه اللي انا بحبه طبعا وعارف كده كويس يعني، ودايما بيشيد بيا ودايما معليني ورافع معنوياتي. بس انت يعني تستحق كنت. انما انا والله يا انيسي يعني بالنسبه للنقطه دي بالذات علشان باتصال كتير يعني، انا بقول لك يعني انا مش حاسس والله ان انا مظلوم، بالعكس يعني انا شايف والله الناس بتقدرني والناس بتحبني والناس بتحترمني. ده اكيد، ده لا خلاف عليه، بس هو شايف ان انت تستاهل اكتر من كده. لا والله يا ليس يعني انا ما ببصش النقطه دي خالص يعني. انت عارف انا بالنسبه لي اهم حاجه النادي الاهلي، واهم حاجه النادي الاهلي يبقى ماشي كويس والنادي الاهلي بيكسب. وانت عارف كواحد قريب مننا عارف ان النادي طول ما هو بيكسب والدنيا ماشيه كويس احنا حياتنا بتبقى كويسه بره الملعب حتى يعني. ده صح. انما لا انا والله انا حاسس ان انا واخد حقي، وبالعكس انا احسن من ناس كتير قوي وحظي كان احسن من ناس كتير قوي، وبالتالي انا سعيد باللي انا فيه يعني والله. الحمد لله. طبعا انا شاكر طبعا لكابتن طه يعني زي ما بقول لك على طول دايما الاشاده بيا وعلى طول بيديني حق يعني، وانا كفايه ان انا كابتن طه بيديني حق يعني دي عندي بالدنيا يعني. كابتن بركات، الهدف نفسه متمرنين عليه ان عبد الله السعيد يلعبها لبره وانت تيجي وتشوت، ولا هي ظروف هجمه او ظروف لعبه حصلت كده؟ لا دي كانت ظروف هجمه يعني. ما اقدرش بقى انا بقى اعمل لك بقى فيها بقى عالمي واقول لك احنا مرتبينها ومتمرنين عليها بقى لنا 50 سنه. لا والله مش متمرنين ولا حاجه. دي طبعا كانت لفته كويسه طبعا من لفته ذكيه من عبد الله السعيد. الراجل رايح يرفع الكورنر والراجل حس ان انا قاعد واقف لوحدي، وانا ما شاورتلوش على فكره يعني، انا كنت واقف بره مستني الكورنر لو حاجه اتردت يعني. هو برضو مش عارف يعني، هو شيء تلقائي انا حاسس انا مجهز نفسي عشان حاسس انه ممكن يلعبها وهو حاطط في دماغه انه هيلعبها، فهي جت كده الراجل لعبها، دخلت شطها في الاول ما توفقتش فيها، ما كانتش بالقدر المناسب، كانت ضعيفه. الحظ خدمني ان هي خبطت رجعت لي تاني في المكان اللي انا واقف. ما واضح ان انت مصمم عليها برضه، ان انت مركز. لا انا كنت واخد قرار على طول وهي بترد، واخد قرار ان انا هشوطها واحده يعني. اما شوطها تاني مره شوطها بطريقه كويسه وربنا يعني وفقني فيها وكنت موافق فيها، فراحت سريعه طبعا. واحد يعني لا كانت صعبه على عبد الله، كان حظه وحش فيها لان كان في ناس كتير زحمه قدامه ما شافهاش يعني. فيعني كان الحمد لله كان فيها توفيق وربنا يعني وفقنا ان احنا نتعادل طيب هقول لك على حاجه تانية. الجمهور الاهلي بيقول ان طول ما بركات موجود في مباراه الاهلي والزمالك الاهلي لم يخسر من الزمالك نهائيا، الكلام ده صح؟ والله لا هو مش حكايه صح، هو صح بس هو عشان ربنا عايز كده. لا ونعم بالله، ما كل حاجه باراده ربنا. مش عشان انا بعمل سحر او كلام من ده. لا انت مالكش في السحر. هو الحمد لله يعني، هو ربنا موفقني في مباريات الزمالك والحمد لله، وبالتالي موفق الفرقه كلها، وشيء جميل قوي ان احنا يعني عامه يعني ما انا ما اخسرش او النادي الاهلي يخسر سواء من الزمالك او غير الزمالك يعني. انما طبعا يعني انا اتمنى يعني ما دام العمليه ماشيه كده انا اتمنى ان خلاص خليها كده. خليها كمان سنه او سنتين كده وخلاص. اكيد كابتن بركات يعني برضو في نقطة تانية وهي مباراة سانشاين. احنا المباراة طبعا انت عارف ان ده فريق وصل لقبل النهائي زي ما انت قلت في الاول، اكيد فريق يستحق الاحترام، ولكن احنا في الارتياح لدى الاعلام كله ولدى الجماهير ان الاهلي هيواجه سانشاين. مش عايزين الاحساس ده يوصل لكم انتوا، لان ما ينفعش انه يوصل لكم انتوا كلاعيبة يعني. لا هو مستحيل يوصل لنا كلاعيبة يعني، هو مستحيل يوصل لنا كلاعيبه، وبالعكس احنا يمكن الفتره الجايه اكيد قعداتنا كلها سواء مع الكابتن حسام او ما بيننا وما بين بعض اكيد هتبقى متركزه على النقطه دي. تمام. لان اعتقد ان دي اول طريقه ان انت يعني تكسب، ان انت تتكلم في الموضوع دوت وتحترم الفريق المنافس النيجيري يعني لازم تحترمه وتديله حقه. وبعدين خد بالك احنا ما تيجي تتكلم نيجيري قدر انه يكسب فريق النجم الساحلي، كسبه رايح جاي وغلب النجم الساحلي اتعادل مع النجم الساحلي في تونس.
وتعادل معاه، يعني هو كسب النجم عنده وتعادل بره، كسب فريق الجزائر رايح جاي. الترجي طبعا يمكن اول مباراه، يعني الترجي طبعا خده على السخن طبعا في ملعبه، اول مباراه 2-0. اول مباراه 2-0، يمكن ما كانش لسه دخل اجواء دور الثمانيه. حتى ما شفنا مباراه العوده في تونس اتغلبوا 1-0، كوره الراجل بيرفع الاوفر خبطت في غيرت اتجاهها، الراجل غيرت اتجاهها. مظبوط. فيعني برضو ده ان دل فيدل على ان الفريق مش سهل، الفريق قوي ومحترم. فيعني لا احنا طبعا ان شاء الله باذن الله هنكون في فرصه من الفرق الزمني ما بين مباراه الزمالك امبارح والمباراه الجايه. يمكن كويس ان هو يمكن 3 أسابيع مش اسبوعين زي كل مباريات البطوله، فهتبقى فرصه ان احنا نستعد كويس. تقريبا هنطلع الكويت هنلعب مباراه ان شاء الله، هيبقى في اكيد مباريات وديه ثانيه ان شاء الله عن طريق التركيز. يعني ان شاء الله عايزين، يعني انت عارف البطوله دي بطوله مهمه بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله. كابتن بركات، امبارح يعني في 7 مش موجودين من اللعيبه الاساسيه، ولكن اللي موجودين كان في 3 أو 4 من الشباب، ربيعه وسعد سمير وشكري وتريزيجيه كانوا موجودين في الملعب. خبرات طويله، ما كنتش قلقان على نتيجه مباراه امبارح، خاصه وهي قدام الغريم التقليدي للنادي الاهلي نادي الزمالك؟ ما كنتش قلقان من الموضوع ده؟ لا والله هو مش حكايه قلقان، يعني احنا مثلا دي اذا كان لعيبه كبيره او لعيبه ناشئين كله على مستوى عالي وكله فنيات، واحنا دايما لما بنيجي نقول احنا اما بنبقى خايفين، يعني انا بنبقى خايفين من نفسنا اكتر ما بنبقى خايفين من الفرق الثانيه. يعني الفرق الثانيه احنا بنبقى عارفينها ودارسينها وكده، انما احنا بنبقى خايفين من نفسنا، احنا ما نبقاش في يومنا يبقى ما فيش تركيز. الحاجات ديت هي اللي ممكن تعمل لنا وتسبب لنا مشاكل يعني. بالظبط. انما اللعيبه الصغيره لعيبه كلها كويسه، ولعيبه يعني كانوا هايلين امبارح والله، بالذات ربيعه وسعد سمير يعني كانوا سعد هايلين. وربيعه اول مره بيلعبوا مع بعض وبيلعبوا مع لعيبه كبيره ولاعيبه خبره من نادي الزمالك، ومع ذلك لعيبه كويسه ولاعيبه مركزه وعملوا جيم كويس قوي قوي. يمكن تريزيجيه لعب قبل كده، يعني ابتدى ياخد معانا من فتره. شكري برضو موجود، شكري مش جديد يعني، لا. شكري من 2 3 موجود معانا وكل الناس عارفه شكري فاللعيبه دي كلها يعني عندها مستقبل كبير قوي وهيكتسبوا خبرات. يعني اللعيبه دي لما هتكتسب خبرات هيختلفوا دايما ومستواهم هيختلف. ما هو الخبرات هياخدوها منكم يا كابتن بركات، ما هو الخبرات هياخدوها منكم. لا والله احنا عايزين نكوش على خبراتنا، مش عايزين مش هتدي حد اي حاجه خالص. احنا مش هسلف حد حاجه. كابتن بركات، في نقطه كان يمكن الدكتور طه عاتب عليك فيها، كويس انا افتكرتها، الانذارات المجانيه. يعني بيقول لعيب كبير بخبرات محمد بركات ما ينفعش ياخد انذار مجاني، بمعنى انه يشوح للحكم يرمي الكوره. فبيقول هذه الانذارات المجانيه تؤثر على النادي الاهلي في مشواره، انت وعاشور في النقطه دي بالذات واحمد فتحي. والله يعني لا بص لسه عايز اقول لك على حاجه. بص ما تدخلنيش في خلاط واحد مع احمد فتحي بالذات. يعني احمد فتحي مدمن انذارات. ما هو بس هو امبارح طلع معانا في ملعب الاهلي وقال خلاص بقى صفحه جديده. يعني لا هو فتحي يعني هو مدمن انذارات، لان فتحي اكتر لعيب حماسي عندنا في الفرقه بصراحه. هو الشهاده لله اكتر واحد بيلعب بحماس في فرقتنا احمد فتحي يعني. بس انت مش عايز تخش معاه في نفس الخلاط يعني. فانا قلت يمكن اما اخد لي انذارين 3 ورا بعض اثبت برضه ان انا راجل حماسي وكده يعني، فقلت اجرب الليله يعني. انما انا يعني عامه مش كثير الانذارات، ولكن برضه كابتن طه طبعا عنده حق بتاعه، وانا كنت يعني زعلان من نفسي قوي قوي يعني بعد الانذار حتى اللي خدته في مباراه تشيلسي. ويمكن هو ده الانذار الوحيد يعني، برضه علشان برضه اوضح لك الصوره. يمكن هو الانذار الاولاني في مباراه تشيلسي الاولانيه ده كان نتيجه يعني فاول، تدخل كان عنيف شويه. انما يعني هو الانذار الوحيد اللي كان نتيجه الاعتراض مباراه تشيلسي الثانيه، وانا يعني من وجهه نظري ما كانش فاول او كده، او انما حتى لو الحكم حسب يعني انا المفروض ما كنتش ان انا اتنفذ او كده. ولكن انت عارف المنافسه بتبقى صعبه اكيد ليكي، وانت بتبقى يعني في اوقات بتبقى غصب عنك، ولكن يعني لا مش هتشوف الصوره دي ان شاء الله يعني قليل قوي ما هتشوفها ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن بركات، تقول ايه الجمهور الاهلي؟ والله اقول طبعا يعني احنا يعني على الرغم من الاجواء الفتره دي مش قد كده، والجو العام يعني مش لذيذ، ولكن احنا بنلعب لنادينا، ونتمنى ان احنا نفرح نادينا، وبنلعب برضه لجمهورنا، ونتمنى ان احنا نفرح جمهورنا ان شاء الله. فيعني احنا ان شاء الله يعني
بايدينا واسناننا، يعني زي ما بنقول ان شاء الله نموت نفسنا على البطوله الافريقيه ونهديها للناس اللي بتحب النادي الاهلي. كلام جميل جدا، وهرجع وهسألك سؤال أخير، وهو السؤال اللي ابتديت بيه بس هسأله لك بطريقة تانية، وهو ان انت كلاعب كبير او انت كلاعب في النادي الاهلي ما بتبصش للكيف، لكن بتبص للكم، بتبص للي انجزته. القصه ما هياش قصه ان محمد بركات لعب 90 دقيقه، لكن بركات لما نزل عمل ايه. ده صح؟ يعني انت عايز ايه؟ انا مش فاهم انت عايز ايه من السؤال يعني. ما انا عايزك تجاوب عليا عشان نخلص من القصه دي. فين السؤال؟ انا احط ايدي على حط ايدك على السؤال. انا عارف كل حاجه بس مدكن. طب ولما انت عارف يبقى قول، ما تدكنش. لا انا زي ما انا قلت لك يعني موضوع بص يا ليسي، لازم تفهم ان في مدير فني. في مدير فني هو اللي مسؤول عن الفريق، وهو اللي مسؤول عن كل كبيره وصغيره في الفريق. وانا بصراحه والشهاده اللي انا شايف الكابتن حسام ماشي كويس جدا مع الفرقه. تمام. نتائجه وادائه وخططه في الملعب، وانا شايف يعني لازم نديله فرصته، ولازم يبقى هو يعني ياخد المساحه ان هو يعمل كل حاجه. كابتن حسام طبعا يعني عليه عامل كبير جدا الفتره الجايه، طبعا مطالب ان هو يحقق نتائج، مطالب ببطوله افريقيا طبعا نفسه يجيبها ويحققها اللي بقى لها 4 سنين على النادي الاهلي بعيد عنكم. يعني كابتن حسام في ايده كل حاجه. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين الناس يبقى لها رد فعل تجاه اي حاجه، يعني بس زي ما بقول لك مش انا مثلا ما بتكلمش على بركات، مش هاجي مثلا الاقي متعب مثلا الماتش الجاي قاعد هنقول ايه، لا في خلافات ما بين كابتن حسام ومتعب. عايزين نبطل النغمه دي. لا خالص خالص. انا زي ما بقول لك طول ما انا جاهز، لو انا اتضايقت واتنرفزت يا ليسي اما هنزل مش هعمل حاجه ولا الهوا. هبقى وحش، هبقى مركز مش هبقى حاجه. صح. انا مبسوط جدا جدا جدا، ما عنديش اي مشاكل في اي حاجه ولا مع الكابتن حسام في اي حاجه خالص. وانا بقول لك اهو اقعد انزل في اي وقت، انا مبسوط وانا شغال، وانا كفايه ان انا لو عملت اي حاجه بسيطه بتفيد الفرقه ان شاء الله حتى في دقيقه واحده، صدقني انا بطلع مبسوط وراضي عن نفسي. انت راجل محترم يا كابتن بركات. اشكرك شكرا جزيلا. ماشي يا محمد. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد بركات نجم النادي الاهلي. و